بنتك يعني عشان جوزها مسافر كل ما تشوف جوزي تقعد تحضن وتبوس فيه؟ انا؟ ايه ده؟ طب بص على ايدي. الله، يا نهار ابيض، ايه قله الادب اللي احنا بقينا فيها دي؟ مالك بتضحك لي كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزه مني ايه يا ست؟ سيبيني في حالي، يلا بينا نخش جوه. انت بتشاور لاخويا احمد ليه؟ الله، يكون في علاقه ما بينكم ولا حاجه ولا ايه قله الادب اللي انتوا بقيتوا فيها دي؟ انت انسانه مش محترمه. انت عينك عليا ولا ايه؟ اللي بيحصل ده انا مش لازم اسكت عليه، ما ينفعش. انا مش هستنى لما بيت اخويا يتخرب، لا انا لازم اروح اقول لمرات اخويا عشان خاطر اللي هي بتعمله ده ما ينفعش. وبعدين الراجل فينا نفسيته ضعيفه برضه، وان كيدهن عظيم. انا لازم اشوف حل للموضوع ده مع مرات اخويا. اتفضل يا ممدوح. ازيك يا امينه؟ الحمد لله يا عامله ممدوح. ايه والاولاد عاملين ايه؟ كله فل الحمد لله يا رب دايما. بقول لك يا امينه، ايه الست جارتنا اللي اسمها ايمان دي، ايه رايك أيوة فيها؟ ايوه ايمان، ايوه اللي جوزها مسافر بره ايوه دي. ايوه. مالها دي؟ ست محترمه وفي حالها. عمري في حياتي لا سمعت عليها كلمه وحشه ولا شفت منها حاجه. طب بص بقى بنت الناس، صلى على النبي عليها افضل الصلاه عشان والسلام. انت مرات اخويا الكبير وانا اخاف على بيتكم ان هو يتخرب. انا شفت الست ديت بتشاور لاحمد اخويا. ايه؟ تمام، والله اعلم يكون في علاقه ما بينهم ولا يكون في حاجه. إيه؟ زي ما بكلمك كده. انت شفت؟ ايوه بعينك؟ شفت. بتشاور لاحمد جوزي؟ شفتها بتشاور، وكده ما ينفعش. ده ست جوزها مسافر وما بتخلفش، والله اعلم بالباقي. على رايك. وكل واحد يخاف على بيته. طب وانت احمد بقى كان رد فعله ايه بقى؟ انا ما خدتش بالي بقى من الباقي، انا زعلت من اللي حصل قدامي وقلت ما ينفعش اساسا ان ست تعمل كده. جوزها مسافر، ماشي. الواجب عليها اللي هي تبقى محترمه، يعني تعمل حساب جوزها اللي مسافر ده. ماشي يا ممدوح، خلاص تمام. وانا حبيت اقول لك عشان بيتكم وتلم على بيتك ما يتخربش. مش عارفه انتوا بقى الستات أكبر جرالها من ايه كده بقى. اتجنت؟ لا ما ينفعش. هي الستات حصل لها ايه؟ هي اللي بتشاور كمان؟ طيب ماشي يا احمد لما تجيلي. استاذنك انا يا امين. ماشي، متشكره قوي يا ممدوح. ماشي ماشي يا امان، الصبر حلو. ايه يا احمد؟ ايه يا أمين؟ قاعد هنا على التليفون، قوم بقى كده اقعد وكلمني زي ما خليق ربنا. ايه يا بنت مالك فيها انت؟ قول لي بقى ايه اللي بينك وبين الزفته جارتنا دي اللي جوزها مسافر اللي اسمها زفته امان؟ ايمان؟ جارتنا. مالها؟ مالها ايه؟ شايفه بقى وسامعه كده مشاورات وملغيه من البلكونات والشبابيك يا حبيبي. مين قال لك الكلام ده؟ اللي قال هو انت سايب المشكله وبتتكلم في مين اللي قال؟ اعرف مين اللي قال كده. لا مش هتعرف مين اللي قال. وانا مش هتكلم معاك الا لما اعرف مين اللي قال كده. ممدوح بقى شاف بقى وهي بتشاور لك وانت عاجبك الموضوع، وقال لي على كل حاجه. انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بقى من بقول لك ايه، ممدوح ده بص عامل زي الاسوان، بيفضل يتكلم وما بيقعدش ساكت. ايوه بقول لك يا امينه، انا لما شفتها عملت كده انا خدت موقف ودخلت جوه بصراحه يعني. يا سلام يا اخويا، وهو في راجل يشوف واحده رخيصه بتشاور له يسيبها وهيدخل ولا هيلاغي؟ وحياتك عندي انا دخلت جوه. انا ما ماشي اديتلهاش فرصه، خلي بالك عيب عليك، انت عارف انا بحبك قد ايه. تبقيش خايبه كده، انا هنبص لحد غيرك يعني؟ ثبتنيش. خلاص صدقتك، بس والله برضو ما هسيبها. انا البت دي لا ما مش تتكلميش مرتاحه معايا في حاجه. انا بقول لك انا خدت موقف ودخلت سيبني جوه. اروح اجيبها من شعرها وافرج عليها العماره كلها. لو عملت حاجه كان يا ستي انا اللي بقول لك اهو تروحي اتكلمي معاها. ستات في غلط؟ قليله الادب وناقصه ربايه. هي الأشكال كل يا دي أنا اخويا عرفت. ست جوزها يسافر تدورها على حل شعرها؟ مش عارف انا ايه الاشياء الزباله ده. زباله. ماشي. قومي بقى كوبايه عصير كده ولا حاجه من ايدك عقار الحلوه الدم. دي. حاضر يا احمد. روق على معلش قلبك بقى شويه. اني ظلمتك، معلش. ماشي روح يلا. طيب يا احمد. لا حول ولا قوه الا بالله. هي عندها حق بس انا فعلا ما اديتلهاش وش. منك لله يا ممدوح يا كلب يا رمه. يلا يا احمد. يلا بينا. يلا.
ازيك يا ام فرح؟ عامله ايه؟ ازيك يا ام فرح؟ عامله ايه فروحه؟ بصراحه كده انا ما شفتش ابدا في حياتي شخصيه بجحه قدك. تصدقي بقى انت واحده بجحه وعينك قويه ووسعه كده. انا انت امال انا؟ ليه ها؟ عملت إيه؟ احترمي نفسك بقى وخلي بالك لو اللي انت بتعمليه ده اتكرر تاني والله العظيم يا امان لاكون فضحكي في العماره كلها ولا افضحك في العماره ليه؟ ليكي يا حبيبتي امك الحاجه رضوى، انا اروح بقى واعرفها ربيتها فيكي عامله ازاي. انا عايزه يلا يا احمد. طب استنيني يا ام فرح، اديني فرصه اتكلم. كلمي عديني. عقربه كده وخطفت رجاله. يلا يا امينه. احترمي جوزك اللي متغرب، جاتك القرف. يا ريت تلم الدور شويه عشان كده عيب، ماشي؟ اعترض انا معايا مرات عشان بحبها. طب اسمعوني. طيب لا، عايزه اسمعوني. يا ام فرح اسمعي. هي بتتكلم معايا ليه كده؟ وانا عملت لها حاجه؟ انا كويسه معاها، حتى مش شافتش مني حاجه وحشه. اهلا وسهلا بك يا امينه يا بنتي، اتفضلي. الله يخليكي يا حاجه. عامله ايه؟ اهو الحمد لله. واحمد عامل ايه؟ وفرح حبيبه قلبنا؟ كله تمام والله يا حاجه رضوى. كويسه. معلش اني جيت لك كده، بس بصراحه انا جايه بقى في شكوى كده وفي عتب كبير عشان الموضوع ما يكبرش، والموضوع ده ممكن يطير فيه رقاب. شكوى؟ لا اله الا الله. ليه يا بنتي؟ ايمان يرضيكي ايمان بقى في الرايحه وفي الجايه ومن الشباك ومن البلكونه تفضل تشاور لاحمد جوزي وتحدف بوسه على الهوا وتلغي في جوزي في الطلعه والنازله ولا ايه؟ ايمان بتحتف بوسه لاحمد جوزك ليه؟ تخيلي بقى من قله الرجاله عندنا، دي متجوزه راجل زي القمر، والله يصلح حلو يا بنتي. بس بيسافر للاسف بره. بقى معلش يعني شكلها كده حاطه عينها من احمد جوزي. وبعدين دي كمان ما بتستكفاش بكده، دي بتشاور له وانا معاه وماشيه معاه يا حاجه، تشاور له باي باي. وفي ناس تانية شافتها وهي بصراحه بتلغيه من البلكونه وبتحدف بوس ومشاورات والكلام ده. عيب بقى يعني. انا جايه النهارده عشان تلمي بنتك عن جوزي. استني استني استني. ولا استنى ولا ما استناش. لا استني بس. هي لما حدفت البوسه يا اختي لاحمد، ايوه يا بنت افتكرت. لما حدفت البوسه كانت عارفه يا ماما، امبارح البنت فرح حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله، مش بحسدها. ما شاء الله. شفتها امبارح واقفه هي وباباها في البلكونه، شاورت لها كده وعطيتها بوسه وبقت تضحك لي. البنت دي جميله وكلنا هنا في العماره بنحبوها. انا بموت فيها بصراحه، ربنا يبارك لابوها وامها فيها. تحس ان هي ملاك. بس غلط يا ايمان. ليه؟ غلط يا بنتي، ما تقفيش. كمان ابوها كان معاها. طب لو لوحدها ماشي، الراجل دلوقتي يقول عليكي ايه؟ انا مالي ومال ابوها انا. لا يا ايمان، مش كل طفل يا بنتي تشوفيه تعملي كده معاه، مش هينفع. اتقالي شويه. وربنا يا بنتي يرزقك بالذريه الصالحه يا رب. لو تعرفي تجيبيها سكه كده ماما، تقولي لمامتها تيجي تقعد معانا لو ساعه واحده يا بنتي بس. ما هي امينه كانت صاحبتك في يوم من الايام، عايزاها بقى روحي لها. هبقى اقول لها ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يرزقك يا بنتي انت واللي زيك يا رب. امين يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. ايه؟ والله يا بنتي زي ما بقول لك كده، حدفت البوسه لفرح بنتك. يعني ايه؟ يعني ايه حدفت البوسه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي ازاي؟ انت ناسيه ان ايمان بنتي يا بنتي ما بتخلفش، هي دي مشكله ايمان. يا ايمان يا ايمان، انا تعبت مع البت دي ومع هطلها وهبلها. البت دي طيبه تلقائيه، حول ولا قوه. يا ما قلت لها يا بنتي مش كل طفل تشوفيه تقعدي تبوسي وتعملي ام فرح، ازيك يا امان؟ عامله ايه يا ام فرح؟ الحمد لله. فرح ما جاتش معاكي؟ لا والله ربنا انت تاني برضو يا ايمان. في يا ماما؟ شفتي يا ايمان، امينه فاكراك ان انت بتشاوري وتحدفي بوسه لجوزها. معلش يا امان سامحيني. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ام فرح؟ انا كنت والله مفكره كده، والكلام كمان اللي كان بيوصلني كان كده. انا اسفه والله فعلا يا جماعه، سامحوني وانا بعتذر خالص ليكي يا حاجه. يسامحك ازاي يا امينه يا بنتي بقى؟ ده رمي محصنات يا حبيبتي كده. انت كده يعني اقول لك ايه، قذف فهمت محصنات. ما يرضيش ربنا يا بنتي، ده سوء ظن. فهمت غلط يا امان. وكمان اللي قال وبلغ قال ان انت بتشاوري لاحمد جوزي من البلكونه. زي ما حكيت لك يا امينه كده، لما احمد كان واقف يا بنتي في البلكونه كانت فرح واقفه معاه وهي بتحب البت فرح دي. البت دي اصل كلنا بنحبها، ربنا يبارك لك فيها. لما يا حبيبتي انت بتقولي بتشاور وكل ما تصدف، يعني هي مش هتشاور الا لو انت، لو ايمان دي وحشه مش هتشاور لجوزك يا امينه لو انت معاه. مش يا بنتي تفهمي الموضوع الاول. بصي يا امينه، انا ربنا ما كرمنيش بعيال، وفرح دي يوم ما شفتها دخلت قلبي وحسيت ان هي بنتي، وكنت كل ما اشوفها كنت اتمنى ان ربنا يكرمني ببنوته زيها.
فحسيت ان هي بنوتي، فانا حبيتها. كنت كل ما اشوفها واقفه في البلكونه بقى عايزه اقول لك ابعتها لي شويه تقعد معايا، بس كنت ببقى محرجه ان انت تحرجيني. ويوم ما قابلتك قدام الاسانسير الصبح انت بتقولي لي انت قليله الادب وبصي لجوزي، عايزه افهمك ما اديتيش فرصه ان انا ارد حقك عليكي. عليا، حقك عليا والله، فعلا انا غلطت. هنعمل ايه بقى يا امينه دلوقتي بحقك عليا يا فعلاً ان بنتي؟ بعد الظن اسم. يعني اللي ينفع انت كده؟ عايزاه واللي يرضي ايمان والله يا ايمان اللي اعمله لك. لو عايزاني بصي اعتذر لك قدام الناس كلها، بس المهم تسامحيني يا ايمان. مش كل يا بنتي طفل تشوفيه تتلهفي عليه كده وتعملي كده، انت بتتفهمي غلط. سمعتك يا لهوي لو جوزك يعرف، لا لهوي لو جوزك يعرف يا يا ايمان. امينه انت عارفه محمد دوت انا واخداه على حب، وانت كنت اكتر واحده واقفه جنبي فيها. يعني تحطي في دماغك ان انا ابص لجوزك او انا بعاني منه. انا اسفه. وبعدين يا امينه يا بنتي معلش، ده احنا جيران يا بنت، الحيطه في الحيطه. أيوة. انت يعني مش متربيه مع ايمان واندمجتي معانا فتره كده، وبعد كده لما خلفتي لا يا بقى ماما بس انا كنت مدخلاه في حواراتي مع محمد، يعني عارفه ايمان مبدأها على ايه. معلش يا بنتي يا ايمان، وهي برضو لما خلفت واشتغلت وكده اندمجت مع عيالها وبيتها. والله يا ايمان والله انا دايما بشوفك محترمه والله، واللي بقوله كان في حقك، بس للاسف بقى لما يعني الشيطان بيدخل برضو والكلام يروح ويجي. انا شكيت، معلش حقك عليا. وزي ما قلت لك يا حاجه رضوى والله اللي هتأمروا بيه انا مش هتأخر وهعمله. الامر لله يا بنتي. المهم عندي بس من تسامحني عشان خاطر ربنا يا ايمان سامحيني. ويا ستي لو على فرح والله العظيم هجيبها لك على طول، ده احنا الحيطه في الحيطه يا ستي، تبقى تيجي كل يوم تقعد معاكي شويه زي ما انت عاوزه. بجد يا امينه والله العظيم يا ايمان وحقك عليا، انا اسفه يا ايمان. اللي انت تأمري بيه يا حاجه رضوى والله اللي اعمله. الله يبارك لك يا سامحوني بنتي. يا جماعه والله، حصل خير. بصي ده حصل سوء خير. تفاهم. حصل بصي الله خير، يسامحك. بس ما نرميش الناس بقى بالباطل صح. ونقعد نتهم الناس لا. في الرايحه وفي الجايه. ده حدفت لجوزي بوسه، ده شاورت لجوزي. الله يسامحه والله، الله يسامحه والله، ان بعد الظن اسم. صح. معلش معلش يا جماعه والنبي سامحوني بس عشان خاطر ربنا. خلاص يا يا رب بنتي، سامحني يا رب. خلاص حصل خير بقى يا امينه اي حد مكانك هيفهم الغلط. مسامحاني يا ايمان بالله مفيش حاجه، عليكي. انتوا اختي والله، انتوا وبنتك دي اخوات. بنوتي والله. انتوا اخوات. بس هستأذنك بس عايزاها بس تيجي تقضي معايا يوم. يبقى هاتي. يوم والله بقول لك اليوم اللي هتقولي عليه او كل يوم يا ستي تبقى تيجي تقعد معاكي الله شويه. يخليكي يا رب، يخليها لك. ده اقل حاجه اعملها معاكي يا ايمان، وربنا يا حبيبه قلبي يديكي ويراضيكي يا رب. يا رب. انا اسفه يا حاجه والنبي لا ما يا تزعلي بنتي مني. حصل خير، الحمد لله انها جت معاكم. مش عارفه والله اودي وشي فين. الحمد لله الحمد لله. طب لا بعد عليكي إذنكم. فهمي احمد جوزك عشان كان نظراته ليا الصبح. لا 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 صدقيني والله خلاص. انا اسفه يا جماعه بعد اذنكم. اتفضلي يا بنتي. شفتي يا ماما؟ شفتي انت طيبتك وهبلك؟ شفتي البني ادم لما بيبقى على نياته الناس بتفهمه غلط ازاي؟ قلت لك 100 مره ما تتلهفيش، ما تعمليش العمال اللي انت بتعمليها ديت، ما بتخلفيش، ده نصيبك ودي اسمتك. عايزه يا بنت امينه، ما هي امينه كانت صاحبتك في يوم من الايام، روحي يا اختي خبطي على بابها كده اهو وقولها بعد اذنك يا امينه انا عايزه بنتك تقعد معايا النهارده، عايزه بنتك ساعه نص ساعه، طب ممكن ابوسها؟ قلت هترفض يا ماما مش هتوافق، عشان كده كنت بشاور البنت من ما فيش بقى حاجه اسمها ترفض ولا ما ترفضش، هي الناس بقى تحذر وتبقى تاخد بالها وخلاص. مش كل الناس هتفهم نوايا الناس يا ايمان، ولا ايه يا بنتي؟ ادعي لي كده ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا رب يا بنتي يرزقك انت واللي زيك يا رب، ويدي كل من كان. يلا الحمد لله، ربنا يسترها.